اذا هذا اللي سولني واش لما غتفرج مع الجزائر ضد الكونغو واش غنكون مع الكونغو؟ ماشي ساند الكونغو، ساكون مع الكونغو قلبا وقالبا وعاطفه ومشاعر وكل شيء. كيف لا اسانده واساند الاعداء؟ اي منطق هذا؟ غلبوا الجزائر. انا بيني وبينكم والله ما كرهت الجزائر يخسروا يمشي في حالهم، ما كرهتش. تقول لي علاش؟ نقول لك اودي لانه غادي يدوزوا من الثمن ويدوزوا للربع ويدوزوا للنصف، غيتلاقاو معنا غنسلخوهم سليخ. ترى كتهضر المنتخب المغربي راه هو العاشر ولا ال11 عالميا، هو الاول افريقيا. على ما كتهضر على المنتخب المغربي كتهضر على المنتخب الذي ضم من النجوم ما لا يفتر شعاعهم ويعني اشعاعهم في العالم. المغاربه يتلاقوا مع الجزائريين، المغاربه غيسلخوهم يعطيوهم شي 5 ولا 6 ل0، ولا ما تقلق 3 ل0 2 ل0 واخا واحد، وبعدين غيديروا الفوضى. اللهم يغلبوهم شي طوغو دابا ولا شي حاجه يمشيو في حالهم والمطار كيتسناو والله يخرجها معاهم بخير. بصح الا بقاو معنا حتى النصف النهائي هذا وسلخناهم راه غيديروا الفوضى. واذا حسن يمشيو في حالهم دابا يخرجوا على اليدين وحدين اخرين، لذلك انا ان شاء الله حريص ان شاء الله على متابعه هذه المقابله بين الجزائر والكونغو الديمقراطيه بشغف شديد. والساعه كدوز عليا بعام، خصني غير فوقاش تجي ديك المقابله خصني نتفرج. الا تغلبت الجزائر غنفرح لاعتبارات متعدده، غنفرح لانهم اعداء. متابع المنتخب المغربي، متابع ما كنفلتش حتى مباراه. الان في هذه القناه كنتبع حتى مقابلات وكنتبع الفريق الجزائري، شوف في الملعب نتبع له الفريق ديالو. ومذكر بان كرة القدم ما بقاتش هي مجرد فريق كيلعب مع فريق الرياضه والروح تخربق، ما كاين لا روح رياضيه ولا والو. داخله فيها السياسه والاقتصاد والسياحه والخدمه والتعمير والبنيه التحتيه، داخل فيها كل شيء. هذه الكره هذه ما فيش كلام. فاذا كون هادو عمهم تبون غادي يوقفوا في صف ويشجعوا ويساندوا المنتخب ديالهم، لا اعتراض. لكن انا ما نوقفش معاهم، انا ما نساندش المنتخب الجزائري، انا غادي نساند المنتخب ديال عمنا غادي نلعبوا مع الكونغو الديمقراطيه.